هل الجيم وان انا اخد سبلمنت جوه الجيم ديت ممكن تسبب يحصل لي مضاعفات في القلب ومشاكل في القلب؟ للاسف ازاي؟ اول حاجه، المفروض ان انت لما بتيجي بتتدرب على ايد حد متخصص عشان يخلي حجم العضلات يكون متناسب مع طولك وحجم جسمك. طبيا ان في حاله مرضيه بيسموها اسيليتيك هارت، اللي هو قلب المريض اللي بيمارس رياضه عنيفه، بينتج عنه ان يحصل زياده في سمك العضله، وبالتالي نوصل لمرحله معينه اقول للمريض لا لازم تثبت حجم عضلاتك، مش هينفع تكبر اكتر من كده. ولكن ان انا افضل اشيل اوزان واخد سبلمنتس عمال على بطال من غير ما انا اكون متابع مع حد متخصص ومتابع حجم قلبي، ده لا قدر الله ممكن يسبب مضاعفات كبيره جدا. طب ليه؟ كل ما حجم عضله القلب زادت كل ما احتياجها من الدم بيزيد، ولكن حجم الشرايين التاجيه ما بيكبرش. فتخيل يبقى العضله مثلا محتاجه 10 لتر بس الشريان سليم، بس هو الطبيعي يدي 5 لتر، وبالتالي يبتدي يحصل نقص في كميه الدم اللي راح للعضله، قد ينتج عنها ان لا قدر الله العضله تتعب. مهم جدا ان انت تبقى مخلي بالك ان انت لو بتمارس جيم وبتاخد سبلمنت انت لازم تكون متابع مع حد متخصص، تبص على قلبك من وقت للتاني، وبلاش الحاجات اللي هي مجهولة المصدر، لان هي لا قدر الله ممكن البروتين كتير قوي ده ممكن يأثر بالسلب على الكلى. فما تاخدش عمال على بطال اي حاجه، وتابع من وقت للتاني.